هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة أوي، كلمة دارجة والناس بتتكلم فيها كتير، وهي الحقيقة كلمة غير علمية ومش موجودة أساسًا بال بال بالوصف اللي إحنا بنستخدمه بيها، وللأسف باسمعها من ناس ممكن يبقوا يعني على درجة من الوعي والفهم ما تخلّيش الكلمة دي في قاموس اللغة بتاعتهم، الover thinking. يقول لك أنا over thinker، أنا بافكر بطريقة زيادة عن اللزوم. يعني إيه over thinking؟ الكلمة ما تنفعش تبقى موجودة أصلًا، لأنه الthinking يا جماعة دي عملية بتخلص بشكل تلقائي، يعني أنت مثلًا دلوقتي بتيجي بتشغّل الغسالة، بتعمل الزرار تِك فتولّع النور، ينفع تقول لي أنا ولّعته over؟ ما هو أول ما بيولّع وبيعمل تِك 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 خلاص أنت عرفت إن الغسالة اشتغلت، فبتقوم شايل إيدك وماشي. يبقى هنا ليها علامة، ليها outcome، ليها نتيجة بيقول إنه الthinking يُقف هنا، خلص. طيب أُمّال إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه thinking؟ thinking زي ما بندرسه في الpsychology أو في علم النفس، هو حاجة من حاجتين ما لهمش تالت. يعني أنت لو بتعمل حاجة من الاتنين دول يبقى أنت بتفكر، ما عدا ذلك يبقى التفكير بريء منه. يا إما باحل مشكلة، يا إما باخد قرار، يا problem solving يا decision making، بس ده الthinking. فأنا دلوقتي لو باخد قرار وقدامي حيثيات القرار وعواقب كل قرار فيهم بالسلب وبالإيجاب، أول ما باختار باقول هاختار ده مش ده، خلصت كده، قمت بقى خلاص الthinking خلص. طيب problem solving، بافتح غضب رب، دايمًا عندي في المحاضرات المثل ده، بافتح غضب رب، طول ما أنت عمّال تعمل كده وتجيب بالسكينة وهتخش في عينك والشوكة تتني يبقى أنت ماشي غلط، أنت كده ما بتفتحوش، لازم تقف وتبُص وهتلاقي في بتاع كده تقوم عامل فيقوم مفتوح. أول ما هيتفتح ما ينفعش تقول لي وبافتح الغضب وعمّالة over أفتح الغضب، ما أنا خلاص ما الغضب اتفتح. يبقى هنا أنا عندي outcome قال إنه عملية فتح المربى دي والتفكير فيها خلص. طيب لو أنا باقعد أعمل بقى كده وأعمل كده وأكسّر المربى وأكسّر عينيّا وأكسّر الشوك والسكاكين والبتاع، يبقى أنا باعمل thinking؟ لأ، ده أنا بقى باهرّج، ده أنا باهرّج. فمعظم الناس اللي بتقول على نفسها over thinker هي ما تعرفش إن الthinking يا إما حل مشكلة يا اتخاذ قرار. أُمّال هي فاهمة الthinking عبارة عن إيه؟ ندب. أفكار عمّالة تتعاد وتتزاد، تتعاد وتتزاد، تتعاد وتتزاد، عملت كده وليه عملت كده وهو قال لي كده وقُلت له كده ويا ريتني كنت قُلت كده ويا ريتني كنت عملت كده، هو ده تفكير؟ ده ندب. ده اسمه إيه بقى؟ إني عمّالة أعيد في المشكلة، يعني أنا باعيد في المشكلة وباحط عليها zoom وباجيبها من الpoint دي وباجيبها من الpoint دي وباجيبها من الناحية دي ومن الaspect ده ومن الحتة دي، لكن هل دخلت في الحل؟ لأ. هل زي ما قُلنا قبل كده في فيديو تاني فكرت في إيه مش ليه؟ لأ. أُمّال أنا عمّالة إيه؟ باندب، باعيد وبازيد، واحد اتخبط بطوبة حصل له بطحة، بدل ما يبُص كده الطوبة جات منين؟ طب ليه؟ طب إزاي؟ هاعالج البطحة، بس أقعد أفكر في البطحة وأشكو من البطحة وأوصف إحساسي بالبطحة وأسيب إن الطوب بيُقع على راسي، طب ما هتتكرر. ونرجع نقول التاريخ بيعيد نفسه، التاريخ بريء من إعادة نفسه. إحنا اللي بنعيد سيناريو الحدث، إحنا اللي بنعيد أفعالنا وردود أفعالنا، إحنا اللي بنعيد تحليلاتنا، التاريخ مالوش علاقة. يبقى أنا هنا أخطائي بتتعاد ليه؟ زي ما التاريخ كده ما بيتعادش، أخطائي بتتعاد لأني ما اتعلمتش منها، ما حليتهاش، ما اتغيرتش. يبقى ما فيش حاجة اسمها over thinking يا جماعة، إحنا كرهنا التفكير من كتر ما إحنا عرفناه غلط. التفكير يعني يا حل مشكلة يا اتخاذ قرار، ما عدا ذلك حضرتك ما بتعملش أي حاجة تمامًا ليها علاقة بالتفكير. حضرتك بتعيد سيناريو كأنك بتحكي لي فيلم، عمال تقول لي المشهد وبعدين تعيد في المشهد وبعدين تقول المشهد وبعدين تعيد في المشهد.
فانا في الاخر هصدع، وفي الاخر ما عرفتش انت عايز تقول ايه، واحنا قاعدين اساسا بنحكي المشهد عشان ايه؟ محدش فاهم. فاتمنى ان الكلمه دي نوقف استخدامها، لانها بت 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 بتبوظ شخصيتنا يا جماعه. لان احنا لو احنا كائن ربنا اخصه بالتفكير، فلما نشتكي التفكير ونقول ان الثينكينج اوفر ويا عم بطل تفكر، احنا كاننا طب ما احنا الراجل بتاع المخدرات بيعمل كده، هو مش عايز يفكر فبيعمل ايه؟ طب ما هو احنا نوصل في الاخر ان احنا يا نمسك الموبايل، يا ناكل، يا ناخد مخدرات، يا نضيع اليوم كله في مش عارفين عدى في ايه. ليه؟ عشان عايزين نوقف مكنه احنا اساسا دايسين على زرار غلط، فبنعالج بطريقه غلط. لكن لو احنا فهمنا ان التفكير هو يا اما انك بتاخد قرار يا اما انك بتحل مشكله، بس مش انك بتوصف المشكله وتعيد المشكله وتندم على المشكله وتحلل المشكله وترغي في المشكله. كل ده مش تفكير خالص، كل ده مش تفكير خالص. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.